افتتاح المتحف المصري الكبير طبعا انجاز واحتفال كان مميز جدا مبهر. حاجة اميزنج حاجة جامدة جدا. كان حفلة كويسة جدا وحفلة عالمية وانجاز كبير. افتتاح المتحف المصري الكبير هنتكلم عن المعلومات وحاجات كتيرة عن المتحف. فيعني استنوا. يعني عندنا المتحف المصري الكبير بيضم 57 ألف قطعة وممكن يوصلوا ل100 ألف قطعة. طبعا المتحف اتبنى على مدار حوالي تقريبا 17 سنة، بس طبعا كان في توقفات كتيرة بسبب الأحداث والمشاكل اللي حصلت في مصر، وطبعا الحاجات اللي حصلت والكورونا وحاجات كتيرة فعطلت بناء المتحف. بس يعني لو حسبناهم كلهم قول مثلا 17 سنة. يعني طبعا تكلفة المتحف، بناء المتحف $1,000,000، تكلفة كبيرة طبعا، بس هو هيجيب أكتر من كده. سنة التأسيس 2002. وطبعا عندنا كمان في مصر يعني كده بقى 84 متحف في مصر. وعندنا طبعا في المخازن بتاعة المتاحف أكتر من 2 مليون قطعة أثرية. وطبعا اللي شارك في الحفلة عندنا، كانت الحفلة طبعا العزف والآلات، الفرقة الموسيقية كانت عندنا طبعا مشاركين من اليابان وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، طبعا بقيادة المايسترو ناير ناجي. وطبعا والموسيقار اللي ألف الموسيقى وكل حاجة هشام نزيه الموسيقار الكبير. وطبعا كانت مقدمة الحفلة واللي عملت استعراضات شريهان طبعا. وعندنا طبعا كان اللي هو استعراض بتاع بناء الهرم والشو اللي حصل، والدمج بتاعت الآثار بقى في حتشبسوت وأبو سمبل، طبعا في الأقصر وأسوان، وكل بقى الآثار المصرية وشارع المعز والقلعة، والدمج بين طبعا الإسلام والديانة المسيحية. طبعا كان تدخل في حاجات كتيرة والابتهالات والحاجات بتاعت المسيحيين، فكان دمج كتير في الحفلة. وطبعا الانتقالة بتاعت الترانزيشن عجبتني، الترانزيشن بتاعت اسكندرية اللي حصلت في المتحف. الناس عدت كده، وطبعا الحاجات دي متجهزينها، يعني هتكلم لسه على الحفلة. اعتقد بنسبة كبيرة هم الحاجات دي بتبقى متصورة قبلها. طبعا في المونتاج طبعا بيبقى في مونتاج لايف، بيبقى ما بين اللايف والبلاي باك اللي هو متسجل قبل كده، فبيشتغلوا على الاتنين، اللايف والبلاي باك. طبعا بيبقى فيه طبعا محضرين والمونتير بيشتغل على طول وبيعرض. فكانت حفلة مبهرة جدا. طبعا شركة ميديا هوب عملت إنجازات قوية جدا في الحفلة، شركة سعدي جوهر. فيعني حاجة كويسة جدا وكان إنجاز قوي. وطبعا في شركات كتير مشاركة كمان، حاجة قوية. وهنتكلم كمان عن المتحف في حاجات تانية. عندنا مسلة الملك رمسيس الثاني، طبعا وزنها 87 طن، يعني 87 ألف كيلو، ارتفاعها 16 متر، أول مسلة معلقة في العالم. فيعني حاجة جامدة جدا. أطول المسلات الخاصة بالملك تقف شامخة في ساحة مساحتها 30 ألف متر، حاجة كويسة. نقشت عليها على جوانبها اسم حورس. طبعا حورس ده كمان، ده اللي هو محطوط ورانا، ده الملك حورس. وطبعا اسم التتويج واسم الميلاد للملك تم رفعها على منصة مدعومة بأربعة أعمدة ضخمة تقف على قاعدة خرسانية، يمكن للزوار رؤية خراطيش رمسيس الثاني المنحوتة في أسفل المسلة. شهد رمسيس الثاني نحو 10 مسلات في منطقة تنيس بين قوسين صان الحجر، ما كده. طبعا عندنا المتحف ده موجود فين؟ هضبة الأهرام، نهاية طريق القاهرة مصر اسكندرية الصحراوي الجيزة طبعا مصر. طبعا سنة تأسيس 2002، افتتاحه 1 نوفمبر 2025. طبعا بيضم مجموعة مهمة جدا، مجموعة الملك توت عنخ آمون. طبعا حوالي بتقدر ب5000 قطعة بتاعته بقى، كل الحاجات بتاعته تعرض لأول مرة في المتحف. ملك توت طبعا عنخ آمون، فحاجة قوية جدا. مساحته طبعا مساحة 117 فدان مساحة المتحف، منها 108 ألف متر خاصة بالمبنى الرئيسي. طبعا عايز توصل للمتحف فتاخد مترو الأنفاق الخط الرابع اللي هم لسه عاملينه. طبعا مدير المتحف أحمد غنيم الرئيس التنفيذي. وطبعا اللي عمل المتحف ده المهندس المعماري، مهندس ياباني اسمه هينجون بينجو، ومهندس الإنشائي نفس الكلام. وطبعا عدد الزوار مقدرين، عدد الزوار سنويا ب15 مليون، ممكن يزيدوا. فيعني حاجات قوية جدا. المتحف ليه المتحف المصري الكبير هو الأهم في العالم. مساحته طبعا نص مليون متر مربع، هيعرض فيه في المتحف أكبر أثر عضوي في العالم. سيعرض مجموعة توت عنخ آمون كاملة اللي هي مقدرة ب59,554 قطعة. هما كاتبين كده، كانوا 5000 ناس منزلة اللي هي 59,554 قطعة.
فمش عارفين برضو في حاجات بس مش مهم. أرقام منطقة بيضم طبعا المتحف منطقة كيدز اريا لاحتواء الأطفال أثناء زيارتهم مع أهاليهم. طبعا هيعرض في المتحف بلطة يدوية عمرها 700 ألف سنة، أقدم أثر يعني قطعة أثرية اللي هي البلطة اليدوية دي عمرها 700 ألف سنة. طبعا متحف مخصص للأطفال الزوار، وطبعا سيشاهد الزوار أول مسلة معلقة في العالم في هذا المتحف. مطاعم وكافيهات كتيرة موجودة طبعا للزوار أثناء الزيارة وكده، فحاجات قوية جدا. المتحف مش للآثار بس، في كافيهات ومطاعم وطبعا كيدز اريا، كل حاجة، وفي منطقة ترفيه. متحف يعني مش آثار بس، فمنطقة ترفيهية كاملة شاملة متكاملة، حاجة كويسة جدا طبعا. وعندنا طبعا الأسعار والحاجات دي هتظهر عندكم تشوفوها، وهيبتدي طبعا الزيارات من امتى. طبعا كل حاجة هتظهر لكم على الشاشة. في حاجة إنجاز قوي جدا وافتتاح حفلة مبهرة جدا جدا المتحف المصري الكبير بمصر بالجيزة. حاجة كويسة جدا، وحفلة كانت مميزة وشغل عالي. طبعا استخدموا الدرونز، عملت أشكال طبعا الملوك، وطبعا المركب بتاعت ملك خوفو. فكانت حاجات قوية جدا، وحاجات استعراضات استغلوا كل حاجة، واستعراضات والممثلين اللي شاركوا، وطبعا النجوم اللي شاركوا. فكانت حفلة مميزة جدا، وحفلة شابوه مصر على الحفلة. انتظروا تغطية للمتحف. المتحف كل الناس بتتكلم عايز أيام عشان تقدر تغطي المتحف بالكامل، فدي هتبقى معضلة صعبة، بس إن شاء الله نلاقي لها حل ونغطي المتحف بالكامل. انتظروا فيديو المتحف المصري الكبير إن شاء الله يبقى فيديو قوي وتستمتعوا بالمتحف، فإنجاز قوي جدا لمصر.